بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين وللمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شربة هنيئة من يد نبينا صلى الله عليه وسلم لن نظمأ بعدها أبدا. قولوا امين يا رب العالمين. ربنا يرحم شهداء فلسطين يا رب، ينصرهم على اعدائنا واعدائهم يا رب العالمين، ويداوي مرضاهم يا رب، ويرحم موتى المسلمين جميعا يا رب الحمين. وربنا يرحم حماتي يا رب، دعوة يا رب ربنا يرحمها بالرحمة والمغفرة ويجعلها من اهل الجنة يا رب العالمين. قولوا امين. يلا بقى يا حبيبي كده نصلي على سيدنا النبي ونشوف هنعمل ايه النهارده. جوزي بقى ايه خلاص دخل ينام بقى، عشان طبعا بيصحى بدري على الشغل. ربنا يعينه ويصلح له حاله يا رب، ويوسع عليه ويرزقه الخير كله يا رب، ويرزق ازواجكم يا رب الخير كله، ويرزقهم برزق عيالهم يا رب العالمين ان شاء الله. ايوه. لا بصوا مساء التكتكه بقى، مش تكتكه، لا تكتكه ايه، احنا مش في البرد، احنا في الحر، مساء البلبطه. لا انا عارفها. بس يا اوزي، بس يا حبيبي، انا عارفها. العيال قاعدين جنبي وانا مش عارفه اسجل الصوت منهم. المهم يا حبيبي بصوا، بعد ما دخل نام بقى كده نوم الهنا قلت اخش اشوف اللي ورايا القعده ايه، ما منهاش فايده. حبيبي حبيبي انت وهو، انا مش عارفه اعمل اي حاجه منكم. لو انا بصور عارفه اسجل منهم، ولا حتى وانا بسجل صوت كده برضو عارفه اسجل منهم بصراحه يعني. ما بعرفش اسجل براحتي لما بيكونوا في المدرسه او نايمين. المهم ما علينا بقى كده حبيبي، ربنا يجعل دايما حسهم في البيت، اي نعم قرفنا، بس ربنا برضو يجعل حسهم في البيت يا رب، ما يحرمنيش منهم ابدا، ولا يحرمكم من ولادكم يا رب، يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه يا رب العالمين. امشي. بيعطس. كنت بقول ايه الواد الثاني، انا كنت بقول ايه. انا دخلت انا دخلت المطبخ كده، قلت اشوف، كان عندي بقى شويه مواعين كده، قلت هقلب المطبخ كده. كنا عاملين بقى النهارده ايه بفضل خيركم كده، كنت عامله شويه كشري، فخلصناهم بقى، قلت ايه اصبن المواعين. بعد ما صبنا بصراحه ما رضيتش اصبن كده ومحمود قاعد، قلت لما يخش ينام بقى عشان اشوف، عايزه اظبط شويه حاجات في المطبخ. قلت لما ينام بقى بايه ابقى اعمله، مع اني ما بركنش مواعين اصلا الفتره دي كلها خالص ولا الكلام ده. بحب اصبن اول باول كده بعد الغدا على طول. بس قلت بقى عشان لسه عايزه اظبط شويه حاجات في المطبخ، فقلت خلاص اخليهم بقى ايه لما جوزي ينام. المهم دخلت بعد ما شربنا دي كوبايه النسكافيه، كنا بنشرب نسكافيه بعد الغدا. قلت نصبرهم بقى كده ايه، يعني النسكافيه بصراحه بيظبط لي يعني بيظبط دماغي، اتعودت عليه، بقيت مدمناه. زي واحده صاحبتنا كده حبيبتنا شايفاني دلوقتي لما تعرف ان انا بقيت مدمنه النسكافيه زيها، بحبها قوي قوي. ها، هي واخده بالها وهي عارفه ان الكلام والقصد والنيه عليها. بقى ايه اخد بقى كده الكوبايات الاول ده عشان ما تتكسرش. طلعت سفنجه جديده، كانت عندي سفنجه ما كنتش استخدمته بقى لان زهقت من السفنجه القديمه دي بقالها فتره، فقلت لا كفايه بقى كده عليها، واخليها مثلا للبوتاجاز حاجه كده. وطلعت بقى ايه واحده جديده، قلت بقى ايه استخدمها على طول الاول كده في الكوبايات. بقى انا مسرعه الفيديو لان الفيديو كان طويل جدا بصراحه، فقلت لا عشان ما تزهقوش وتملوا اجري بس الفيديو شويه كده. بس في هنا كنت خلاص غسلت الكوبايات وسبتهم، قلت في الصينيه يتصفوا عقبال ايه ما احطهم بقى في العلاقه بتاعتهم، لان انا عامله لها علقه. اللهم صل على سيدنا النبي فوق ال اسمها ايه، الصفايه، فوق الصفايه لازقه، عامله علقه كده على الحوض لازقاها، وبحط فيها الكوبايات خصوصا الاربع كوبايات دول، لان هم دول اللي احنا بنستخدمهم دايما. انا مليت اللبانه دي كده ميه وسبتها تلين لان كانت ناشفه شويه. فقلت هنا بقى ايه اهي بصوا، دي انا معلقاها للاربع كوبايات دول لان احنا على طول بنستخدمهم يوميا. لكن الكوبايات اللي في ال انا دايما بنسى اسمها، الصفايه دي، دي مش بستخدمها خالص اصلا، بس سايباهم كده منظر يعني. بس فبعد ما خلصت بقى هنا دول كده، ورحت دخلت ايه ده على المواعين بقى. الحلل دي كان عندي شوية كشر بقى فضلة خيركم كده باقيين، قلت عشان ما يترموش حرام فضيتهم في الطبق. قلت ايه الولاد هياكلوهم، انا بعمل الكشر دايما كله مع بعض في حلة واحدة.
واللهم صل على سيدنا النبي. هي دي الحله الالمانيا دي مش بتاعتي طبعا، عشان انا عارفاكوا هتقولوا الحله دي مش بتاعتك يا سولي. ثواني يا اوزي. هي فعلا مش بتاعتي، بتاعت اختي محمود، كانت عملنا فيها حبه محشي كده وبعتتهم لنا، تسلم ايديها يا رب. فقلت اعمل فيها شويه الصلصه. بص انا هنا كنت سلقه المكرونه بتاعت الكشري، مكرونه سباكيتي ومكرونه من الصغير، فببقى دايما سايباهم في المصفى كده، يعني مدخلاها جوه كيس. هتقولوا لي ليه حطاها جوه كيس؟ هقول لكم عشان خاطر المكرونه لما بتقعد شويه بتنشف كده وبتبوظ، فقلت لا، يعني بعد ما بعمل المكرونه بروح سايباها جوه كيس كده واربطها. لما نيجي اغرف الاكل اروح فاتحاه واروح مفضيه منه. دي احسن حاجه بصراحه بالنسبه لي انا بعملها، عشان خاطر المكرونه بس ما تنشفش معايا. ممكن تعمليها باسترتش، بس الاسترتش برضو لا، انا بحب الكيس واقفل الكيس احسن. دي بتبقى طريقه بالنسبه لي يعني كويسه. ال- الازاز يا جماعه، الفكره عايزه اقول لكم ان الازاز ده مش مبقى ولا حاجه، اتبهدل من كتر الميه. انا عشان مجري الفيديو الازاز اتبهدل ميه، مش بقول لكم مسائل بلبطه في الميه والرغاوي. قلت بقى اغسل شويه المواعين دول كده بالمره، عشان مش عايزه اركن حاجه على الحوض يعني وكده. اوزي، عايز ايه؟ عايز اتكلم. عايز تتكلم؟ هتتكلم وتقول ايه يا اوزي؟ حمزه عايز يكلمكم، كلمهم. طيب قول، هتقول لهم ايه؟ هقول لايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وماما هي معاكم. وانتوا شايفين الفيديو، لما تصحوا الصبح شوفوا الفيديو ويبقى حلو. ماشي، يلا سلام. طب استنى ماما تتكلم معاكم. طب ماشي، تقول لهم بقى ان انا بحبكم كده، اقول لهم اي حاجه، اقول لهم اعملوا لايك لماما عشان خاطر ماما بتتعب قوي في الفيديوهات دي. ما بتحبكم قوي، ما بتحبكم قوي وبتتعب قوي في الفيديوهات دي. يلا قول لهم بقى ايه، كل سنه وانتم طيبين. كل سنة وانتوا طيبين، رمضان كريم عليكم. رمضان ايه؟ رمضان خلص خلاص يا حبيبي، والعيد خلص. ماشي. لا بص، قول لهم انا بحبكم قوي قوي قوي. بسم الله يا اختي، بسم الله. بص قول لهم انا بحبكم قوي. استنى، ابعدي. ابعد؟ طب مش انت اللي محشور معايا؟ ماسك الموبايل بايديه وبيلعب، وقاعد جنبي محشور معايا. لا، بقول على البيت. على البت اللي في اللعبه. اكلتني. ماشي معلش. يلا ابعد بقى، خلينا نخلص بقى. بصوا حمزه يقرفكم يا جماعه معايا، انا عارفه ده اكيد. هنا انا بصوا دخلت على البوتاجاز، انا ببقى حاطه الورق ده، وطبعا ما بقروش شهر يعني من ساعه العيد. بس قلت بدل ما اشيله كده يعني ايه، بدعكه بالسلك. بس هو الصفار ده مش عايز يطلع خالص. قلت مش مشكله، اهم حاجه يبقى نظيف، لا عليه زيت ولا اي حاجه، ومادام هو نظيف مش مشكله اللون الاصفر ده. مادام هو مش في البوتاجاز فانا كده خلاص عادي، مرتاحه بالنسبه لي، مفيش اي مشكله. هنا قلت ادعكم بالسلك كده والصابون، لا خلي بقى ولا خلطات ولا الهري ده كله، لان كده كده مش على البوتاجاز، ده يدبك على الورق بس يعني. لكن لو البوتاجاز لا، بحط خل وبحط مثلا سيترس، بحط اي حاجه. فما فرقتش معايا كتير بصراحه. 70 80. انا طول بقى ايه، ما انا سايبه المطبخ كده نضيف وخلصت البوتاجاز والحوض من المواعين، بخش انام بحس ان انا مرتاحه، ونفسيتي ايه مرتاحه، ونفسيتي زي الفل. بصراحه يعني هي دي النفسيه، هي دي الراحه النفسيه اللي بجد. هتقوليش اي حاجه تانية. هي دي الراحه النفسيه، ان انا اخش كده وسايبه المطبخ والمواعين وكل حاجه نظيفه. هي دي الراحه النفسيه بالنسبه لي. هنا بصوا يا جماعه، انا عايزه اقول لكم بقى ان انا فضيت الصفايه دي، وغسلت كل الاطباق والكوبايات اللي كانت فيها، ودعكت الصفايه كلها من اول وجديد تاني. يا ناس، حد كنت تقوله انا في اللعبة كام؟ ومش عرفهم انت في لعبه ايه ولا بتعمل ايه. اقولك انا كام دلوقتي، اقولك انا كام. هما مالهم، هما انت كام ولا مش كام؟ انا واحد. انا انا كنت 290 بقيت واحد. 290 وبقيت واحد، يعني خسرت مش كسبت بقى، صح؟ لا كده يبقى خسرت. معلش بقى يا جماعه، دوشه حمزه وقرف حمزه، مش عارفه اروح منه فين. لا في الصاله نافع، ولا في الاوضه نافع، ولا اي حاجه. انا مش عارفه لو طلعت قعدت على السلم هيطلع ورايا برضو. فمعلش بقى استحملوه ان شاء الله. جميله يا ناس. ربنا يرزق كل مشتاق يا رب بالذريه الصالحه، اللهم امين يا رب العالمين.
هنا بقى بصوا كنت بدعك بقى كده الصفايه دي. بصوا بقى يا جماعه، انا شكل الحوض ده قرفني جدا. انا قلت لكم الكلام ده قبل كده في الفيديو اللي في يعني اللي عدى باين. المهم ان انا قلت لكم حاجه زي كده في فيديو يعني. مش عارفه اشيل الورق ده ازاي، بس مش لاقيه له حل يا جماعه والله، وشكله قرفني قوي. فقولوا لي على حل لو حد عنده فكره يعني اشيل الورق ده ازاي، لانه جربت طرق كتير مش نافع. جربت ميه سخنه، اشيل بالسكينه، اشد بايدي، مفيش اي حاجه. ناس قالوا لي جربي استشوار، انا ما عنديش استشوار. بسم الله حبيبي عليك. بس مفيش اي حاجه نافعه بصراحه. وانا عايزه يعني، انا جايبه ورق اصلا اللي هو زي بتاع الرخامه، عايزه احطه بس مش عارفه احطه، لان هيبقى مكلكع قوي. لان مع الورق ده والورق اللي انا احطه رخامك شكل الرخامه هيبقى مكلكع قوي، والورق مش هيلزق حلو. فمش لاقيه له حل بصراحه. فاللي عنده حل وتعرض لمشكله زي كده يعني يا ريت يقول لي يعني تكسبوا فيه ثواب الصراحه. بصوا هدومي كلها اتبهدلت يا جماعه، فده العادي يعني. اللي بيصور روتينات زي حالاتي عارف ان الدنيا كده بتتبهدل يعني. بس والنبي يا جماعه، اللي عنده فكره كده حلوه يعني يقول لي عليها، يكسب فيها ثواب، الله يبارك لكم يعني الصراحه. بس فهنا بقى خلصتها وقلت ايه ادعك برضو بشيل يعني، بنزل بالسفنجه كده التراب الاول اللي بيبقى مركون تحت الصفايه كده، وبروح عامله بقى بالصابون، ادعك بقى ادي كده بالسلكه. والحته دي برضو كده بدعكها بالسلك. بصوا الرغاوي، يا سلام يا سلام على الراحه النفسيه. انا بحب كده، بحب الرغاوي دي، بحس كده بنتعايش. زي ما كون ان انا اللي بنتعش، مش الرخامه هي اللي بتنتعش والله. وبعد كده بروح منشفاها برضو بالسفنجة كويس قوي، علشان خاطر المية دي ما تنزلش، لان المية دي بتجري من تحت اللهم صل على سيدنا النبي، الحلة بتاعة الحوض، وبتنزل لي تحت الرخامة، فبتبهدل لي الدنيا بصراحة. فبصوا لازم انشف كده بسفنجة. بصوا تعبت بقى، عايزة حل في شكل الرخامة دي، انا زهقت منها بجد. بصوا حبايبي، ده الجزء الاولاني. انا هعمل لكم الجزء التاني، هنزله لكم بكره ان شاء الله، عشان كده الفيديو هيبقى طويل قوي قوي عليكم. فيلا اعملوا لنا بقى لايك حلو وتشجيع كده حلوه منكم، وكومنتاتكم الحلو اللي دايما بتفرحني وتسعدني. واللي اول مره يشوفني اتمنى انكم تشتركوا في القناه وتشجعوا كده وتحمسوا. قومي يلا خلصي اللي وراكي زي حالاتي، وعشان تنامي كده وانت مطبخك نضيف. خلاص يا اوزي بقى، يلا اشوفكم ان شاء الله على خير باذن الله في الفيديو الجزء التاني. حمزة قرفني، مش عارفه اصور منه بصراحه، فانا هريح نفسي وهختم على كده. اشوفكم ان شاء الله على خير باذن الله في الفيديو التاني.